وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. التمهل والتريث. التمهل يعني تريثي ولا تتعجلي. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيد. لا انت بديت لي احساسنا بالصدق العظيم. حيا. ما تخشش تاني ذلك عيسى ابن مريم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله. انت بتديني احساس انك بتحدث صوت عظيم وهذا كل شويه يمترون. ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق لا ما هي بس انت كنت قبل كده خدت يعني مش فاكره صدق المستقيم بس. وإن وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الوقت بين الآيات خد راحتك. فأنت بتمهد بس نفسك. أنا عايز أقول مستعجل. ليه؟ مش عارف. وراك إيه؟ اللي خايف الجنود مستعجل ده اللي مش واثق نفسه. مش عارف. وبعدين صلى رسول الله. أنت مش مديله فرصة تبقى يعني اتعايش معاك في الموضوع. بتقول ذلك عيسى بن مريم. الأول عليه السلام. الصلاة والسلام. قول الحق الذي فيه يمترون. نعم حقا انا بقول معاك انت مش واخد بالك، انما انت مش مديني فرصه ارد عليك. يعني مثلا يا ايها النبي عليه الصلاه والسلام، فكده بتعايش معاك. يا ايها النبي يا ايها ايه يا عم ما تديش فرصه تشدني. ده اللي بيحكي حكايه يقول لك ايه كنا ماشيين بقى دي مش في الموضوع زودها. وبعدين بقى يا سيدي اللي حصل حاجه غريبه جدا ده بره الموضوع عشان تشد عشان تقول له ايه اللي حصل. فانت دورك انك انت بتجذب احاسيس وفكر اللي قاعد. ازاي هتجذب وانت مستعجل بتحكي كنا في المشوار كذا ورحنا كذا كذا كذا. انا ما تشددش الموضوع. التمهل والتريث. التمهل يعني تريثي ولا تتعجلي. عادل امام كان بيقول تريثي ولا تتعجلي. خد راحتك. يعني بالراحه على مهلك يعني على مهلك. اللي فاقد الشيء لا يعطيه. انت عامل زي اللي حافظ حاجه وبيسمعها عايز يخلص.
الشطاره في ايه؟ ان طول ما انت بتقرا شادد مسيطر على المستمع، وريت له القصه كانها فيديو، انت ما وريتهاليش كفيديو، انت مش مديني فرصه اتعايش معاك في الكلام، انت عايز ترص النص اللي انت حافظه وخلاص. لا، عرض او سرد القصص بالذات تحس انك انت ايه، كل جمله بتقولها بهدف، بتوصل رساله. يعني علي حبيب السويسي المكان يقول ايه؟ يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وكان الشيخ مصطفى اسماعيل قاعد والشيخ عباس قاعد، فبقولها بصوت منخفض كده، فما عجبتش الشيخ مصطفى اسماعيل، قال له ده موافق بتردد كده، المفروض يا ابا تفعل ما تؤمر. شفت ناس قاعده بتفكر في ايه؟ فالشيخ علي حبيب السويسي رد ابلغ، قال له انا خدتها من زاويه ثانيه، ان هو عايز اظهر تأدب الابن امام ابيه بمعالي الصوت، واردت اظهر الاستسلام حتى في الصوت، صوت المستسلم. يبقى الناس دي ما جوش عباقره ولا عظماء الا بايه؟ بالتأمل. بالتامل والفكر. انت عايز ترص الكلام، القران مش كلام، ده فيه روح، صح؟ يعني القران بيتكلم، ده كلام ربنا، ده فيه روح وفيه حياه وفيه فكر، مش كلام تات 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 زي الكمبيوتر. الكمبيوتر لما ايه؟ ما بيتكلم مفيهوش روح. مستني كل ما معك حياة عبارة.